السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. مفيش أحلى ولا أطعم من إنك تدفي بيتك بالمخبوزات الجميلة. زي ما انتم شايفين احنا في الشتاء طبعا. رحت قمت على طول عملت شوية قروص بالعجوة، قروص فلاحي طرية ومغذية وجميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين هشة معانا وما شاء الله عليها بجد. طبعا يا جماعة انتوا عارفين القروص غليت والمخبوزات غليت جدا. بكيلو دقيق انا عملت مخبوزات ما شاء الله عليها جميلة جدا. عملت كمية جميلة جدا هتعجبكم. عملت حلو وحادق، عملت بالعجوة زي ما انتوا شايفين، وعملت بالجبنة القريش الفلاحي. ما شاء الله عليها جميلة جدا يا جماعة بجد، بدون ما نحط له بيض ولا أي حاجة. مكوناتنا سهلة خالص وبسيطة وجميلة. ما شاء الله شكلها جميل جدا. ودي القروص اللي بالجبنة، الجبنة القريش، وانا حاطه لها كده شوية اضافات عشان تبقى جميلة معانا وطعمها جميل زي ما انتم شايفين يعني. قروص معانا محشية وسخنة كمان ولسه مطلعاها من الفرن. هتعجبك لو كملت الفيديو للآخر. يلا نسمو بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا على طول. وزي ما انتم شايفين كده حضرنا طبق. طبعا انا معايا كوباية لبن رايب. انا معايا لبن رايب يا جماعة، يعني زي اللبن كده وراب مني. رحت قلت عجن بيه. لو انت مش عندك لبن رايب ممكن تحطي كوبايه لبن كبيره بس ما تشيليش القشطه بتاعتها. معايا نص كوبايه من السمنه، بتبقى طعمها جميل جدا بالسمنه. ومعايا هنا نص كوبايه سكر. ومعايا خميره بيرو، انا بحب الخميره البيرو في المعجنات، بتخمر معايا بسرعه. لو عندك خميره فوريه ممكن تحطي معلقتين عشان احنا في الشتاء. كتري من الخميره. ونص معلقه صغيره من الملح. زي ما انتم شايفين المكونات سهلة خالص وبسيطة وجميلة جدا. هتعملي أحلى قروص فلاحي. حطينا هنا كوباية المية زي ما انتم شايفين، كوباية مية دافية. أنا عاملة هنا ما شاء الله معيار كيلو دقيق. حابة انت تعملي نص كيلو اعملي براحتك انت في الكمية. أقلب كل حاجة مع بعضها كده واخلطها. وخلاص حطينا الدقيق. بعد ما خلطت الخليط حلو كده ودوبته، بعد كده نروح حاطة معلقة محسن كيك أو بيكنج باودر عشان يديها هشة كده معانا وتبقى طرية. اقلب كل حاجة بالمعلقة. وبعد كده اروح عجنها بايدي. زي ما انتوا شايفين كده انا بعجنها بايدي ما شاء الله، بلمها حلوة كده ولك حلو وعجنها حلو. طبعا هي راح تعوز معايا مية، احط لها شوية مية صغيرين خالص. انا عايزاها عجينة ناعمة معايا وبنفس الوقت تبقى تخينة. اكترش من المية، ومية يكون لازم دافية عشان تخلي معانا العجين يخمر بسرعة معانا وما يطولش عشان الدنيا ساقعة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله انا خلصت العجين وبقي جميل جدا وتخين. انا راح احط لها معلقه سمنه بلدي اللي راح تخلي ريحتها جميله جدا. معلقه السمنه البلدي دي، طبعا معلقه السمنه البلدي اللي انا حطيتها راح تعمل فرق كبير قوي قوي في المعجنات، بتخلي ريحتها جميله جدا. المخبوزات بتاعتنا من الحاجات الجميله جدا انا اللي بحبها هي المعجنات في البيت. اعمل قراميش، اعمل بقسماط، حاجات جميله جدا. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي هتبقى غاليه بره، لو عملناها في البيت بتبقى اوفر كتير. انا لميت العجين بتاعي وعجنته حلو وخليتها عجينه جميله جدا، ناعمه كده وتخينه وما شاء الله عليها. هسيبها نص ساعه او ساعه تخمر حسب يعني الخمر بتاعها. بعد كده ارجع لكم تاني باذن الله. بعد ما سيبنا العجين بتاعنا نص ساعه ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده خمر معانا وبقي تحفه. طبعا احنا على طول راح نقرصوه كده ونقطعوه ونشتغلوا فيه على طول. ما شاء الله عليه خمر معانا وبقي جميل جدا يا جماعه. ريحته جميلة جدا، المخبوزات ريحتها جميلة جدا جدا. نحضر المفرش بتاع العجين. طبعا أنا حضرت المفرش ودهنت له معلقة زيت عشان العجين ما يشبكش فيه كده. أنا مش هرش دقيق ولا أي حاجة. ما شاء الله زي ما انت شايفين حسب المقاس اللي انت بتحبيه، تكبري الصغار براحتك انت في المقاس. العجينة دي جميلة جدا. تحشيها ممكن حادق، تحشيها حلو،
وبراحتك انت في الحشو. انا هقطع العجين بتاعي كله نفس الطريقة ديت بإذن الله. بعد ما قطعت العجين بتاعي ما شاء الله تبارك الله عمل لي كمية جميلة جدا. انا طلعت العجوة بتاعتي كنت عاملاها قبل كده في القناية. كانت جميلة جدا. راح تعجبكم لو دخلت القناية بتاعتي تلاقيها بإذن الله. أجيب أول قطعة من العجين اللي قطعته أول حاجة ونروح حاطة فيها نفس الطريقة ديت العجوة، وبعد كده نروح قافلاها. اللحام بتاع العجينة يبقى من تحت. بعد كده تفرديها بإيدك، تتفرد معاك بسرعة خالص عشان العجينة معانا، عشان العجينة بتاعتنا مريحة راح تتفرد معاك بسرعة. ما شاء الله راح أعمل كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي. طريقتها سهلة خالص وجميلة جدا. أجيب واحدة تاني وأعملها قدامكم ما شاء الله عليها بجد. العجينة بتاعتنا جميلة جدا، والعجوة كمان يا جماعة ما شاء الله عليها جميلة جدا، طرية. ومن تيجي تحطيها في المخبوزات، وحتى لو قعدت تاني يوم في المخبوزات بتبقى العجوة طرية معاك وجميلة. أخلص كل الكمية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بإذن الله عشان مطولش الفيديو عليكم. وزي ما انتوا شايفين كده خلصنا أول صينية من القروص بالعجوة ما شاء الله. طبعا أنا جبت السكينة وافتحها فتحتين من فوق كده. سهلة خالص وبسيطة ما شاء الله عليها. عايزة ترشي لها سمسم وحبة البركة رشي لها براحتك انت في الطعم. انا راح ارش لها سمسم محمص زي ما انت شايفين. بعد ما خلصت الصينية على كده ورشيت لها السمسم، اخدها على طول انا مدفية البوتاجاز بتاعي ونروح حطها في البوتاجاز تخمر بسرعة معانا ما تاخدش معانا ثواني. ما تسيبهاش في الرخامة كده، حطها في فرن البوتاجاز وهي تخمر. وخلاص على كده خلصنا القرص بالعجوة. ندخلوا على طول على كده نعمل القرص بتاعتنا الحادقة. معايا هنا كانت حتة جبنة قريش، قطعت فيها فلفل أحمر وأخضر، وحطيت لها كمون وفلفل فلفل أسود. بتخلي طعمها جميل جدا من تحط الكمون والفلفل الأسود. لو عندك قرن فلفل رومي تقطعي فيها أي نوع أحمر أو أخضر. أجيب بالمعلقة كده وأحط في العجين. ما شاء الله عليها بجد المخبوزات دي جميلة جدا جدا، هتعجبكم. سندوتشات جميلة كمان للأطفال منها تحط لهم قرصيا كده محشية منها فيها بالعجوة أو بالجبنة. طعم الجبنة الفلاحي جميلة جدا يا جماعة. الجبنة القريش جميلة ومغذية وجميلة جدا. طبعا احنا في أيام ديت المواسم، مواسم الجبنة الفلاحي والزبدة والقشطة والحاجات الجميلة ديت والرايب. أخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي وارجع لكم تاني. وخلصنا المخبوزات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. دي اللي بالعجوة أول صينية عملناها خمرت معانا جميلة جدا. أنا راح أشغل البوتاجاز وأحطها على طول في البوتاجاز. وديت اللي بالجبنة زي ما انتم شايفين. أجيب الشوكة وأخرمها من فوق وتاخد معانا ثواني كده تخمر وخلاص على كده. ما شاء الله عليها جميلة جدا. وخلصنا مخبوزاتنا بكيلو دقيق عملنا كمية جميلة جدا هتعجبكم. طبعا أنا راح أحطها في البوتاجاز على طول. وبعد ما خمرت معانا أول صينية حطيتها في البوتاجاز عالية معانا وجميلة جدا. راح أسيبها منها تبرد شوية وبعد كده نروح حطها في الطباق. وخلصنا المخبوزات بتاعتنا الجميلة ما شاء الله عليها بجد. عملنا حلو وحادق. دي اللي بالجبنة طعمها جميل جدا جدا بكوباية الشاي. ودي اللي بالعجوة ما شاء الله عليها بجد. زي ما انتم شايفين كده طعمها جميل خالص. جميلة جدا للفطار في للعيال هي ورايحة المدرسة أو الحضانة. ويا رب يكون عجبكم القروص بتاعتنا. قروص جميلة وما شاء الله عليها بجد. لو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا حطي لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.